بدأت تظهر إرهاصات جديدة لتعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع ملف الصحراء خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وهو ما عبر عنه معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسات العامة، أحد أعرق مؤسسات التفكير بواشنطن والمقرب من الحزب الجمهوري، والذي طرح فكرة إنهاء مهام بعثة المينورسو تماشيا مع تنزيل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على المنطقة. هذه الفكرة تبدو متماشية مع موقع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تدبير ملف الصحراء، الذي يكتسب قوته من كونها حاملة القلم في صياغة القرار الدوري لمجلس الأمن، الذي لم يعد يضع استفتاء تقرير المصير كخيار وحيد على الطاولة مع إشادته المتكررة بمقترح الحكم الذاتي، الأمر الذي قد يجد فيه البيت الأبيض ورقة ضغط قوية لطي الملف نهائيا، وقد يكون مقدمة لإخراج الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بعد 5 عقود من الشد والجذب.